السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من فيديوهات تغذية بصرية. كيف بدأ التصميم؟ يعني أنا قررت إن أنا أطلق عليها كده. المهم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وقلنا دي المقدمة اللي هنبدأ بيها بأمر الله كل الفيديوهات بتاعتنا. النهاردة معانا فيديو حلو جدا، تصميم يعني في تركاية بسيطة كده. احنا قلنا هندخل على بنترست، على بيهانس، على أيا كان الموقع اللي احنا ندخل عليه أو أي تصميم يقابلنا. فمن غير كلام كتير يلا بينا ندخل نشوف التصميم هنعمل فيه ايه والتركاية بتاعة النهارده عاملة ازاي. اول حاجة بالنسبة لنا هو ده بنترست او تصميم بنترست. يعني انا وانا بقلب كده كتبت سوشيال ميديا ديزاين فطلع لي حاجة زي كده. التركاية بتاعة النهارده هي ان الكلام يكون مايل لتحت كده. تمام، يعني انا ممكن اكبر التصميم شوية او الصورة شوية. يعني ازاي نخلي كلمة مثلا ريلمي، هي دي تبع ريلمي، تمام، تكون ظاهرة لتحت كده. يعني يعتبر ده الحاجة الوحيدة او دي اللي هي التركاية. ممكن برضو الشكل ده، بس تقريبا احنا شرحناه قبل كده في فيديو. ممكن الفيديو الاول ممكن نسيبه لك في الديسكريبشن او ارجع انت في البلاي ليست دي. خلينا ندخل على الفوتوشوب ونشوف الحتة دي بتتعمل ازاي. اول حاجة جينا على الفوتوشوب، خلينا نعمل باك جراوند كده، ادجستمنت، نختار من هنا سوليد كلر. سوليد كلر دي اعمل مثلا، ولنفترض ان احنا نعمل نفس الالوان بتاعة الديزاين، حاجة مثلا بالايه بالشكل ده. يعني تقريبا نفس الالوان. ممكن اغمق شوية، نغمقها سنة بسيطة، ننزل بدي شوية، دوس اوكي. بعد كده هاجي بأداة الكتابة عادي جدا. الكتابة بتاعتي هتبقى طبعا بنفس درجة اللون دي. انا هعمل كليك كده بالاي دروبر، وبعد كده هطلع لفوق شوية بحيث ان هي تفتحها لي سنة بسيطة. وهكتب هنا مثلا ريلمي بالعربي، امسح. تمام، نفس النظام كده. والفونت بتاعي ممكن يعني اختار فونت يكون بولد كبير شويه. ممكن اختار فونت امباكت. تمام، حاجه بالايه بالشكل ده. حلو امباكت، انا بحب امباكت جدا. بعد كده هتيجي كنترول تي وتبتدي ان انت تكبر الكلمه بتاعتك بالمنظر ده. يعني طبعا احنا مع اختلاف الالوان، يعني انت هتختار بس درجه الخلفيه بلون، والكلمه تبقى افتح منها سنه بسيطه. بعد كده هتيجي هتعمل ايه بقى؟ تركايه هنا. الفكره كلها ان انت لما تيجي كنترول تي تبتدي ان انت تحرك الكلمه بتاعتك كده عن طريق ان انت مثبت ايدك على كنترول. لا، الموضوع هيبقى صعب بالنسبه لك. لازم ان انت يا اما تعمل ريسترايز للتكست، يا اما تحولها لسمارت اوبجكت. ده حل من الاثنين. وانا بفضل طبعا ان انت تحولها لسمارت اوبجكت علشان لو حابب ان انت تعدل عليها فيما بعد. فهنيجي بالكليك كده، رايت كليك، وهنختار كونفيرت تو سمارت اوبجكت. بعد كده كنترول تي، وتيجي كليك يمين وتختار من هنا برسبكتيف. من برسبكتيف دي هتبتدي ان انت تشد كده من غير اي حاجه من الكيبورد، وتشد من بره من هنا كده. تمام، وتشد كده وتشد كده. ماشي. بعد كده انتر، كنترول تي، وتبتدي ان انت تكبرها. بس عايزين نكبرها من كورنر من هنا كده ونشدها لورا. انتر. بص، بكل بساطه حاجه يعني خطوتين تقريبا. التركايه هي مش تركايه، احنا عملناها في خطوتين. بعد كده هتعمل ايه؟ لاير ماسك، وتيجي من جريدينت تول، بس تتاكد ان المربع بتاعك هنا هو اللون الاسود. وتيجي من بيزكس تختار الاختيار اللي في النص ده، وتتاكد ان انت واقف على هنا على لينير، وتيجي تشد من فوق لتحت كده. فيبتدي ان هو يخفف لك الكلمه بتاعتك بالمنظر ده. ترجع كده تاني هتلاقيها كده. طبعا هو مع اختلاف الفونت. ولسه طبعا انت هتحط بقى الشادو بتاعك. بمناسبة الشادو برضو، علشان في ناس كتير سألتني عليه، ان انا عايز اعمل شادو زي ده، اعمل لاير فاضي، لاير 1، عن طريق علامة البلس اللي هنا دي. وبعد كده هتيجي بالفرشة، الفرشة اللي هي السوفت راوند، جنرال براشز سوفت راوند. وتيجي من هنا كده تختار اللون الاسود، وتكبر حجم الفرشه شويه عن طريق زرار الدال. وبالمناسبه برضو الفرشه دي لو الدايره دي مش ظاهره معاك ومعموله كده، فانت اكيد دايس على زرار كابس لوك. زرار كابس لوك اللي هو على ايدك الشمال تحت ده. هتدوس كليك بالماوس كده، بعد كده كنترول تي، ثبت ايدك على شيفت، وتيجي من الجنب من هنا تشد يمين، تشد شمال، حط هنا كده، وبعدين
حط دي كده انتر. قلل الاوباستي بتاعتها شويه، وهات العنصر بتاعك وحطه بس. الجزئيه دي طبعا ده شكل خماسي، جاي من الجنب من هنا وجاي من الجنب من هنا، وهنقلل برضو الايه، الشفافيه بتاعته شويه، وهنعمل له فيدد كده عن طريق اداه الجريدينت تول واللاير ماسك، وهتبتدي ترص الكلام بتاعك. دي التركاية الوحيدة في التصميم، يعني حاجة بسيطة جدا بس مديها شكل حلو. يعني انت قدرت توظف كلمة في ان هي تطلع لك تصميم شكله حلو جدا. تمام. يعني ممكن برضو ان انا اروح اجيب بقى الصورة بتاعتي، يعني كده مثلا اكتب هنا ريلمي ايربودز. تمام. هيطلع لك حاجات كبيرة جدا. انا ممكن اجيبها من على امازون او اجيبها واقصها، بس انت اتعامل بقى، يعني احنا عشان بس ما ايه ما نكبرش. هي بكام دلوقتي؟ يا الله، ب 1305. ماشي. انا ممكن اجيب الصورة كده وكليك يمين سيف ايمج از، وانزلها عندي، وبعدين شو ان فولدر، وابتدي ان انا اشدها واحطها هنا، وبعدين اقصها ونتعامل بقى. يعني احنا هنا انا مش داخل ان انا اقول لك على طريقة القص والحاجات دي كلها، بس انا بقول لك ان انت ازاي تعمل الحركة دي. دي كانت التركاية بتاعة النهاردة، وده كان التصميم. هو يعني حاجة بسيطة تقريبا، احنا ده أقل فيديو يمكن احنا عملناه، بس هو الفيديو مش مستاهل أكتر من كده بصراحة. هي دي التركاية الوحيدة. الفكرة بقى ان انت هنا تاخد فكرة التصميم ده وتوظفها انت بطريقتك. تمام. وبالمناسبة يا جماعة، الناس اللي هي لسه بتبتدي، اللي هي بيجي يسأل يقول لك انا هفضل لحد امتى اقلد، مستوايا هيعلى امتى؟ هي الفكرة كلها ان انت تبتدي بالتقليد. بص، خدها ستيبس كده. انت ابتدي ان انت تقلد الاول. تمام. قلد على قد ما تقدر. بعد كده هتبتدي تنتقل من مرحلة التقليد في ان انت تضيف العنصر بتاعك، بمعنى ان انت تشيل، يعني مثلا ديزاين زي ده احنا عملناه بتاع الايربودز بتاع ريلمي واحنا مقلدينه. فيما بعد هتبتدي ان انت تشيل الايربودز دي وتحط مثلا، ممكن كان مثلا، او تحط ساعة، او تحط حاجة من بتاعتك انت. تمام. انت كده ضفت عليه، فبناء على الحاجة اللي انت هتحطها هتغير في الالوان، هتغير في الخط. تمام. بعد كده تبتدي ان انت ايه، مع التغذية البصرية ومع اللي انت بتتفرج وبتقلد كتير والحاجات دي كلها، هتبتدي ان انت مثلا تعمل ايه. هنروح نجيب فكرة من هنا على فكرة من هنا، ونبتدي ان احنا ندمجهم الاتنين مع بعض. واحدة واحدة هتلاقي ان انت مستواك بيعلى سنة ورا سنة، او واحدة ورا واحدة. دي الفكرة. انما انت ما تقلقش خالص من مرحلة التقليد، كلنا بدأنا كده. يعني كل الناس بدأت في مجال الديزاين او اي مجال، في مجال الكرياتيفيتي، بتبتدي ان هي تقلد الاول، بعد كده تنتقل من مرحلة ان هو ممكن يضيف حاجة من عنده، وبعد كده ينتقل لمرحلة ان هو يدمج بقى ما بين حاجتين ويطلع الديزاين. وبس كده. يعني اتمنى ان الفيديو ده يكون حلو، المعلومة بتاعت النهاردة تكون كويسة. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. ما تنسوش بس تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكومنت كده تشجيعي او دعوة حلوة من عندك. يعني وشدوا حيلكم معانا كده، عايزين نوصل ل 5000 سبسكرايبرز. انا عارف ان هو رقم قليل، بس يعني ده ما باليد حيلة. انا عايز اوصل ل 5000 سبسكرايبرز. واللايكات، كتروا من اللايكات لان اكتشفت ان هي مهمة. بس بغض النظر، يعني اتمنى ان الفيديو فعلا يكون فادك، واتمنى اكون انا بعمل حاجة بتفيدك فعلا. واشوفكم على خير بامر الله الفيديو اللي جاي. سلام.